مخيم اليرموك في دمشق مدمر بالكامل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعوض. آلاف البراميل والصواريخ نزلت على الناس بالأماكن هذه فوق، وهم ساكنين بالبيوت. المخيم كان تقريبا هو حي من أحياء دمشق. يقول لنا من شوي هذا الشباب المسؤولين بالمخيم أنه كان تقريبا حوالي 1,100,000 نسمة بالإحصائية الأخيرة قبل الحصار. يعني الآن اللي متواجدين بالمخيم كلهم 3,000. يعني تصوروا المفارقة الكبيرة بالأرقام. ما في ولا بيت صار، ولا البناية اللي مو مهدودة من القصف مسروقة فيها الشبابيك والأبواب والكهرباء والتمديدات الصحية. يعني شيء والله شيء محزن. كم ذاقت ويلات الناس اللي كانت بالأماكن هذه. قصف ودمار، تجويع، حصار، سنوات وأشهر طويلة دامت. أحلام وطموحات كثيرة دفنت تحت هذا الرماد. يعني حتى كلمة الإجرام قليلة بحق العصبة. والآن تجي ناس تتكلم عن الحريات. الآن بعد 14 سنة، وهذا جزء من الويلات اللي ذاقها الشعب السوري، و99% السنة يخرجون ناس يتكلمون عن الحريات وعن التقديم وعن كذا. وين كانت الناس هذه اللي عم تتكلم الآن لما كانت الناس هي محاصرة؟ وين كانت الناس هذه لما كانت الناس هي تقتل؟ لما كانت الأبنية هاي تنزل عليها الصواريخ على رؤوس الأطفال والنساء؟ وين كانوا هذول جماعة الحريات وجماعة المشاركة في الوطن لما كانوا السنة هين يقتلون ويجوعون، وهم يعني في جوارهم يعيشون حياة هنيئة ويعيشون رغد ويصفقون هذا النظام المجرم؟ بلاء عظيم مر على الناس. يعني صراحة شيء مرعب المنظر. يعني يمكن انتم شايفين، لكن اللي بالواقع صدقا شيء مرعب. شوف هذا بالكامل مخيم اليرموك، ما في ولا متر يعني انه ما في اي قصف او رصاص او كهرباء. شوف هاي البيوت، هذا البيت نازل، يعني حتى الملابس جوا. هاي الصور كانت تنزل فوق اهلها. حتى الملابس يعني الانسان لما ما يخرج ملابسه ما موجودة نزلت فوق اهلها. هذه سيارة نزلت فوق اهلها. الشجر والحجر، ولا في اي شيء صار. شوف هاي المقبرة مدمرة بالكامل. البيوت هذيك الله المستعان، منظر يعني مؤلم جدا. طبعا المكان هذا ما يمثل 1% من الأماكن المدمرة في سوريا. هذه العاصمة دمشق.